ما دام كده ميت وكده ميت، انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ انت متخيل انك بتساعد في الاباده الموجوده في السودان، وفي نفس الوقت انت السبب في احساسك بالفشل وبالاحباط، وللاسف انت ممكن تنقل العدوى دي لحد تاني زي ما جات لك. طب ايه علاقه كل ده بالتتار؟ وازاي ده ساعدهم انهم يحتلوا بلاد من غير حتى ما يحاربوا؟ كمان امريكا بتستخدمها دلوقتي وبالذات في افلامها، وهي زراعه الخوف. بس هو اصلا في فرق ما بين الخوف وزراعه الخوف. الزراعه دي هي العمليه اللي قبل المنتج واللي هو الخوف، وعايز اقول لك ان العمليه اخطر من المنتج. كمل الفيديو للاخر واوعدك نظرتك عن نفسك وعن حاجات كتير قوي هتتغير. هيا بنا يا رجال. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي. انا شمس الدين، بكتب سكريبتات لصناع المحتوى وبكتب اعلانات. وفي رحلتي دي بكتشف حاجات بين السطور بستغرب ان محدش بيتكلم عنها، عشان كده قررت اتكلم عنها. فلو انت كمان بتحب اللي بين السطور وانك تفكر بره الصندوق، اشترك في القناه. في سنة 1920 عالم اسمه جون واتسون بمساعدة المساعدة بتاعته جابوا طفل عنده حوالي 11 شهر اسمه ألبرت، والتجربة اللي بيشوفها البعض غير أخلاقية اتعملت عليه، لقوا كمان اتسمت على اسمه تجربة ألبرت الصغير. التجربة دي كانت عبارة عن 4 مراحل. أول مرحلة إن هم يدخلوا على ألبرت حيوانات، فار، قطه، تعبان. دخلوا كل حيوان لوحده علشان يشوفوا ألبرت هيخاف منه ولا لا. لكن ألبرت ما خافش، بل بالعكس ده كان عايز يلمسها ويتعرف عليها. نيجي بقى للمرحله الثانيه، وهي ان الدكتور جون كان بيجيب حديد ويخبط ورا ألبرت عشان يعيط، وهنا يبقى ألبرت ما خافش من الحيوانات بس خاف من صوت الحديد. نيجي بقى للمرحله الثالثه بحركه خبيثه من دكتور جون، وهي ان هو دخل الحيوانات وعمل الصوت في نفس الوقت علشان الطفل يخاف ويقعد يعيط. انا وانت عارفين ان الطفل بيعيط عشان الصوت مش الحيوانات. كان بيلعب لسه مع الحيوانات من شويه. علشان هنا الدكتور جون في المره الرابعه يعيد التجربه، بس المره دي هيدخل الحيوانات بس من غير الصوت. وهنا اتصدمنا كلنا لان الطفل خاف وعيط. طب ازاي الطفل كان لسه حاطط ديل التعبان في بقه وقاعد بيلعب دلوقتي بيعيط؟ وبكده دكتور جون قدر يثبت اننا نقدر نربط ونزرع الخوف بحاجه مش بتخوف اصلا. هل التجربه دي ممكن نطبقها على قرى او مدن او دول؟ والدتي بتخاف من الفئران لدرجه الفوبيا. الفار لو موجود في الشقه مش هتقعد فيها، فلازم كلنا نخرج الفار ده عشان نعرف نعيش. طب ده ليه؟ علشان وهي صغيره في حد خوفها بفار. بالعكس تماما اخويا الصغير اللي ما بيخافش من الفئران بتوصل بيه درجه الجراءه ان هو كان بيساعد جيراننا اللي عندهم فار في الشقه. كان يروح يحط لهم المصيده، ولما الفار يتقفش يخرج المصيده للقطط. شغال مكافحه هو والقطط. وده ان الوالد كان بيجرأنا على الفئران ان احنا ما نخافش منها. الموضوع يبان تافه ولعب عيال، بس تخيل كده يبقى في راجل متجوز وبيخاف من الفئران. في سنة 1260 الحضارة الإسلامية كانت على وشك إنها تنتهي للأبد، لكن إيه اللي منع إن ده يحصل؟ التتار بعد ما بقوا إمبراطورية بيخاف منها العالم كله، لدرجة إن هم قدروا يحتلوا بلاد من غير حتى ما يدخلوا معاهم حرب. لكن ليه قطز قدر يمنعهم ويوقفهم عند حدهم بعد ما كانوا هيحتلوا العالم كله؟ وده لأن قطز قدر يمنعهم من الزراعة. زراعة إيه؟ هم كانوا فلاحين؟ مع احترامي لكل راجل جدع فلاح وأهلنا في المنوفية، لكن التتار كانوا جايين عشان يزرعوا الخوف، وده عن طريق أسلوبهم البربري، وده اللي كانوا بيحاولوا يصدروه عن طريق لبسهم والقصص اللي بينشروها عنهم. حتى أسلوبهم في الرسائل اللي كانوا بيبعتوها للحكام قبل ما يدخلوا بلادهم. الجدع ده شنكيز خان كان بيقول على نفسه انا عقاب الله في الارض. اقنعوا الشعوب ان هم همج طالما ده هيخدم مصلحتهم. ده كان بيخلي الجنود يهربوا من قدامهم. يا عم ده في 40 مليون واحد بس هل كل ده ما بيفكركش بحاجه؟ انا عن نفسي بفكرني باخواتنا اللي في السودان، لانك لو سالت نفسك هو مين اللي بيصور المشاهد دي؟ ده فلاح الخوف بذات نفسه. طب هل نجح في الزراعه؟ للاسف. وده بيبان في استسلام اخواتنا واللي مش بنتقدهم على فكره. وده لان في اوقات اعداد المسلحين بيكون اقل بكتير من اعداد المدنيين، بس المدنيين ما بيحاولوش يهاجموه. وده لان هم ماتوا قبل ما الدعم السريع يوصل لهم، ماتوا جوه عقولهم. لكن اللي هيصدمك انك تعرف ان انت بتساعد في ده عن طريق الترويج اللي احنا بنعمل لهم من غير ما ناخد بالنا. بنعمل لهم دعايه مجانيه. عندك ده مثلا راجل مصري كان في السويس شال مدفع رشاش على عربيه الفول وكان بيحارب. النفس البشريه قويه وهشه في نفس ذات الوقت، ممكن تتحبس جوه اضيق حجز انفرادي العقل. امريكا بتستخدم نفس المبدا ده عن طريق افلامها ومسلسلاتها عشان يصدروا لنا ان الجندي الامريكي يقدر يهزم جيش لوحده ومش هنقدر عليه. كل ده بقى مغلف بحبه تشويق واثاره وخدع سينمائيه. عدوك وحبيبك عقلك اللاواعي هم ده اللي بيستهدفوه، هو تربة الفلاحين الخصبة للصراع. عشان كده لازم تحافظ عليه. اتمنى تكون استفدت، ولو استفدت اشترك في القناة وابعت الفيديو ده لحد تكون بتحبه. دورك انت دلوقتي انك تفكر واوعى توقف تفكير.